السلام عليكم، صباح مساء الخير حسب التوقيت اللي قاعدين تشوفوا بالمقطع. شوفوا، خلونا نتفق انه كتاب اليوم ما هو كتاب عادي. راح اسألكم سؤالين قبل ما نبدأ. هل قد تبرعتوا بالدم او بالاعضاء؟ شخصيا ما قد تبرعت بالدم، بس حطيت انه ابغى اتبرع بالاعضاء بعد الوفاة. السؤال الثاني، هل كل كتاب قصير في عدد الصفحات يكون كتاب خفيف لطيف القراءة؟ انا جاوبكم عند السؤال انه مو شرط. خلونا نبدأ. صح، عندي سؤال ثالث بالمناسبة. هل دكتور نافع ينزل كتاب وأنا ما اشتريه؟ طبعا لا. حينزل كتاب وحتشتريه زي الفل والياسمين. فخلونا نبدأ. كتاب اليوم اسمه تحت الأنقاض لدكتور نافع الياسي من دار نوفل بلس، الطبعة 2024. عن ايش يتكلم الكتاب؟ دكتور نافع راح لمستشفى الميداني الإماراتي الموجود في غزة وقرر يساعدهم لمدة شهر. خليني أقسم لكم الكتاب لأكثر من قسم بما أنه عبارة عن مذكرات. حنقسمه ل5 أقسام. أول قسم ما قبل القرار. كان في يوم من الأيام قاعد يتفرج أخبار العدوان اللي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وفي أمان الله قاعد يتفرج ومبسوط. قالت له بنته أنه بنته مريم، بما أنه عنده 3 أطفال، فليش ما تروح يا بابا لغزة؟ هذا كان سؤال بنته. هو كان متردد وفضل يشوف ويتابع الأخبار إلى أن يوم قرر قرار أنه أنا أبغى أروح وأتطوع في غزة. طبعا زوجته كانت محايدة، لا أبدت حماس، وكان في داخلها خوف كبير، وما حد يلومها أنه ممكن تترمل ويتتم أولادها، ما حد يلومها أبدا يعني. راح دكتور نافع. طبعا لما راح أول شي راح معبر رفح، ومن معبر رفح دخل للمستشفى الميداني، وفي مصر أصلا مر على العريش، ومن العريش على رفح، ومن رفح راحوا لمعبر، ومن رفح راح لخان يونس. خان يونس يا جميلين هي المنطقة اللي كان فيها مستشفى ميداني. طبعا احنا الآن خلصنا أول جزئين في الكتاب. خلينا نتكلم عن حالات تماثلت للشفاء في الجزء الثالث من الكتاب. زهراء كان عندها مشاكل في القدم وبسبب الحرب. بطبيعة الحال ما قدروا يعالجوها في غزة، فدكتور نافع قرر يرسلها لي برا، وفعلا أرسلها للإمارات وسووا ترميم لقدمها ورجعت تمشي. وأبوها أرسل صورة لدكتور نافع أن أمورها تمام وكل شيء، فدكتور نافع انبسط بهذا الموضوع. عبد الله زيه زي أي مصاب وجريح في غزة، عانى من مشاكل مرة كتير صحية، وقدر دكتور نافع يساعده وأعطاه لوحة. عبد الله أعطى لوحة لدكتور نافع عشان تكون ذكرى يعني من غزة، وتماثل عبد الله الشفاء. آخر حالة راح نتكلم عنها في اللي خليني أقول يعني تعافوا. حلا كان عندها مشكلة وراثيا ولدت بيها، وهي تتعلق بالكبد. قدر دكتور نافع يساعدها وتعالجت، بس كانت تحتاج زراعة كبد. أختها فاطمة ما تعالجت، ما قدروا يساعدوها بالإمكانيات الضعيفة هناك، فأرسلوها الإمارات عشان تتعالج وصلها زراعة كبد. طبعا هم طفلات يعني، هم صغار، فهذا المحزن في الموضوع. وهدول الطفلتين وحيدتين لأهلهم، فهذا برضو يقطع القلب. في حالات ماتت زي حسام، وفي حالات ما قدروا يعالجوها زي يارا، اللي احنا ما نعرف صار عليها في النهاية، ما حد فينا عارف. وفي حالات تعالجت، وفي حالات كانت ترجع للمستشفى رغم انها تماثلت للشفاء، زي جهاد كانت أمها ترجع طول وقت المستشفى عشان ما عندهم مكان تاني يروحوا له. مع الأسف أنتم متخيلين بشاعة الموضوع، يعني إنه واحد ما عنده مكان تاني يروح له. طيب إحنا الآن تكلمنا عن حالات ما تعافت، حالات تعافت وحالات نقلت. خلينا نتكلم عن شيء تاني. شفنا هنا كيف التعامل مع الأزمات، شفنا شح الموارد.
شفنا كيف بعض الناس استغل الأزمة لصالحه، يعني زي اللي قاعد يبيع سجاير بمبلغ مرة فلكي. شفنا كيف الناس متلهفين المساعدات، وكيف إنه بعضهم قاعد يهاجم سواقين المساعدات اللي كانت موجودة في الشاحنات عشان يبغى هذه المساعدات. وشفنا كيف إنه المساعدات قليل جدا منها اللي يصل. الموجع أكتر بعض المعدات الطبية زي القسطرة الوردية، مو قسطرة، تغذية وردية كاملة ما قدروا يوفروها طبعا. والحمد لله في معدات قدروا يوفروها عن طريق التواصل مع مستشفيات غزة زي المنظار. فمحزن في معدات كثير يحتاجوها وما كانوا يقدروا يوفروها، ولا يقدروا يساعدوا أطفال اللي قاعدين يعانون لأنه معدات غير متوفرة لشح الموارد. كل شيء صراحة مرة يكسر القلب ويخليك تحس بقيمة النعمة اللي أنت موجود فيها بشكل أنت ما تتخيله. الغلاف مرة مناسب، كئيب وقاتم مناسب جدا. اللغة عربية فصحى، الحوارات بالعامية. في الحالات الطبية كان في تفاصيل احنا ما نعرفها كغير متخصصين، فكان دكتور نافع يذكرها ويشرح لنا اياها بكل بساطة وبكل سلاسة. طبعا بما انها مذكرات فكل حالة وكل حالة اتكلم عنها بدأ اول شيء باسمها في البداية، وشرح لنا بعدين قصتها وايش كان مصيرها. طبعا بما انه طبيب اطفال كانوا في كثير يستشيروا في حالات بسيطة ما تحتاج، فكان يحولها للاطباء العامين، لانه حالات زي الزكام والكحة ما هي صراحة الشيء اللي يحتاج. في واحد من المرضى اللي يتماثل الشفاء وكان حيموت اسمه كرم، كان حيموت من حبة فاصولية دخلت في قصبته الهوائية، بس قدروا يطلعوها. يعني يوريكم صدق ووضوح دكتور نافع في بعض المشاهد ألمته ما خرجت من باله، ومع كذا صرح بهذا الشيء، احترم ضعف الإنسان وصرح به. شيء تاني يا جماعة، لما قاعد يتكلم على فكرة انه ابليس كان يراوده في الشهر هذا كل مرة انه يرجع، انه ما يروح من اصله، وهو ما كان يستجيب وفضل ده الشهر كله يساعد. ترى هذا مو شيء بسيط، هذا صدق والوضوح مع الذات اللي يتكلم به دكتور نافع معانا، ترى ما هو شيء بسيط. مو اي حد اتوقع عنده الجرأة صراحة يتكلم بهذه الطريقة. كتاب 160 صفحة بس غارق في الإنسانية، في مشاعر كثير بكيت معاها، وفي أوقات فرحت وفي أوقات ضحكت، خصوصا مع حس دكتور نافع الفكاهي. دائما ينطقوا اسمه غلط، في مرة من المرات نطقوا اسمه دكتور يافع، فقال لهم اسمي مو دكتور يافع، اسمي دكتور نافع، نون ألف فاء عين. مرة مضحك الموضوع. شيء تاني كثير كان، يعني أنا مرة أقدر في دكتور نافع إنه ما ينشغل بوسائل التواصل الاجتماعي ولا إنه يوثق رحلته أصلا فيها لغزة، لا انشغل فعلا باللي هو أهم، بمعالجة المرضى، وبدل ما يوثقها في وسائل التواصل الاجتماعي طلعنا هذا الكتاب الجميل تحت الأنقاض. حقيقي أنا أقيم الكتاب ب4.5 من 5، عشان يعني كفي الدموية شوية وطبيعي، منطقة حرف النهاية، وفي لفظة اللعين المتكررة. هل أنصحكم تقرأوا الكتاب؟ طبعا. شوفوا، اعتبروني متحيزة، تعتبروني، بس أنا فعلا متحيزة ومعجبة بأعمال دكتور نافع، وأي كتاب ينزله طبعا حقرأه ومهما كان صعوبة الموضوع. شوفوا الكتاب هذا مرة قاسي على قلبي، عكس كتب الباقية كان يعني فيها أمل وتنتهي بنهاية سعيدة، هذا جزء كبير من الكتاب منتهى بنهاية سعيدة. بس مع كذا قرأته لأني أنا أحب كتاب الدكتور نافع، أحب أسلوبه، أحب لغته، وعشان أحس بقيمة النعمة اللي عندي، عشان لا أتوقف عن الدعاء لين الله يفرجها ويوقف إطلاق النار وترجع غزة زي ما كانت قوية، وترجع فلسطين بلد الزيتون الحبيبة مزدهرة. كان لازم أقرأ الكتاب. وهذا من الكتب اللي على قصره والله ما كان سهل، كان مرة ثقيل نفسيا. عشان تتخيلوا ثقل الموضوع، ترى أنا بدأت أقرأ الكتاب من يوم الجمعة اللي راح، وإحنا اليوم يا أعزائي في من الأربعاء، أنا قعدت 5 أيام في الكتاب، بينما هو لو كتاب آخر كان ببساطة ممكن أجلس فيه، يعني مو ثقيل نفسيا، كان ممكن أجلس فيه يومين. أنا جلست فيه أصدقائي، جلست فيه 5 أيام لأنه ثقيل نفسيا ومتعب، بس كان لازم أقرأه عشان أتأكد أنه إنسانيتي ما ماتت، عشان أتأكد أنه تعاطفي لا زال موجود، وعشان أفضل أدعي لهم أنه ربي يفرج
يفرج عليهم، يرحم الشهداء ويشافي الجرحى، ترجع فلسطين بالكامل، فلسطين كاملة مو محتلة، وترجع مزدهرة زي ما كانت. يا رب. أنا من جمال الكتاب أنا مستعدة أتكلم لكم عنه 10 ساعات، بس ما أبغى أطول عليكم. مبسوطة صراحة بالمتابعات اللي شفتها على رواية أيام ماري الشركسية، مبسوطة إنه قدرنا نوصل لحل، وإنه عجبكم التوقيت الجديد وقاعدين تتفاعلوا. مبسوطة بتعليقاتكم اللطيفة حقيقة. وترى ما عندي أي مشكلة في اللي يختلف معايا في رأيي، بالعكس أنا أحترم اختلاف الآراء، وآراءكم تثريني، بس يهمني أسلوب يكون يعني بكامل الرقي، وهذا اللي تعودت عليه في متابعيني، والحمد لله هذا الشيء موجود. شكرا طمأنينة كعب على كل تعليق لطيف قاعد تنزله بعد كل مقطع أنزله. متخيلين يا أصدقائي إنه إحنا اقتربنا من 4000 صديق وصديقة، فهذا شيء مرة رهيب بالنسبة لي، ومشاهدات صايرة قريبة من 100. يعني آخر مقطع وصل ل 91، أنا من زمان أشوف ذا الرقم أصلا، فسعيدة بهذا الشيء. ماني ضد الكتب المشهورة، إذا في كتاب مشهور يستحق زي صدى الكتب القديمة، روايات صدى الكتب القديمة وترجمتها سوار أحمد، ما عندي مشكلة. آراءكم تعليقاتكم تهمني. طبعا هذا تاني كتاب من معرض رياض دول الكتاب، أنا اشتريته من معرض رياض دول الكتاب. بالغالب بما أنه نزل في المعرض يعني راح تلاقوه متوفر في جرير بعد شهر من الآن، بما أنه كل إصدارات دكتور نافع موجودة في جرير. أنا قرأت له بحث عن الحياة، كانت تتكلم عن فؤاد طبيب مقيم جاته مشكلة في القلب وراح بريطانيا زرع قلب، واتكلمت وبرضو قرأت له حالة حرجة، مجموعة قصصية عن أيامه في الطوارئ. قرأت له ماربورغ عن فيروس ماربورغ اللي كان في أفريقيا وانتشر في العالم، وصل لمدينة النخيل، وكيف قدرت مدينة النخيل تتعامل مع الموضوع عن أن تعافى سكانها. أول عمل قرأت لي ولي معزة خاصة هذا العمل، لأنه كان هدية من أمي الله يرحمها، اسمه مريضا أنساه، برضو كان مجموعة قصية عن الحالات اللي مر عليها. ما كان مثير انتباهي لأنه أغلب محيطي في الطب، يعني إيش حيقول جديد، بس لما قريته أقسم بالله إني تعلقت بشكل أنتم ما تتخيلوه، فرجعت عاد قراءته. حالة حرجة رجعت عاد قراءته برضو. بحثا عن الحياة قرأته 3 مرات، ماربورغ قرأتها 4 مرات، حالة حرجة قرأتها 2 مرتين، مريض الأنساق قرأتها 2 مرتين، تحت الأنقاض ممكن أرجع أقرأ 5 6 مرات، لأنه ما هو كتاب بسيط، وكتاب مرة مهم ومرة مفيد ومرة يثري المكتبة العربية. فأشكر دكتور نافع على كل ده الجمال اللي قاعد يشاركنا إياه، وعلى كل إصداراته اللي قاعد تثري إنسانيتنا وتعلمنا طبيا وتفيدنا. آراءكم تعليقاتكم تهمني. هل قرأتوا دكتور نافع ياسين من قبل؟ طبعا الصورة موجودة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي. إيش الكتاب القادم؟ ما أعرفش، نكتشف. لأني صراحة أفكر أقرأ رواية، أحتاج رواية لطيفة بعد المذكرات القادمة هذه. شكرا للمتابعة، أشوفكم إن شاء الله في الجمعة القادم. للقاء.